منتخب مصر انتهى حلمه للمنافسه على الذهبيه، ففرنسا قدرت انها تحقق الفوز بفوارق الخبره مش الفنيات. منتخب مصر قدر انه يقدم شوط اول متزن ويتحكم في مسار اول 25 دقيقه في الماتش، وبان فيه شخصيه اللعيبه اللي هتبقى عنصر اساسي في المنتخب الاول بعد كده. لكن هجمات منتخب فرنسا كانت فعلا مرعبه، والعارضه قدرت انها تساعدنا وما يتقدموش علينا في الشوط الاول. وفي الشوط الثاني فضلنا متماسكين، وفي هجمه مرتده اتعملت الصح عن طريق محمود صابر بنجيب الجول الاول، وصدمه كبيره وسط جمهور فرنسا ومدربهم هند. لكن بعد الهدف لعيبه فرنسا اتحولت بشكل مرعب وجابوا عرضتين، وبدانا نقول كلنا دي ماشيه معانا وشكلها هتلعب. لكن الدبابه البشريه ماتيتا في لحظه اجهاد اكتر من انه سرحان بيتعادل لفرنسا، ويخلينا نرجع كلنا للواقع ونبعد عن الاحلام وتظهر الفوارق. وفي الاوقات الاضافيه الاجهاد يبان اكتر على لعيبه منتخب مصر، وعمر فايد يعقدها اكتر ويطرد بدون داعي، وفرنسا تجيب جولين وتنهي المغامره المصريه. لكن لحظه كده، انت لسه بتنافس يا معلم على البرونزيه. هو الفرقه